الانتخاب طبعا أعمى، أكيد هو إيه؟ هو سمكري تنكرر، يعني بلايند تنكرر. تنكرينج يعني إيه؟ السمكري المرقع. قلت لكم في حلقة سابقة من أكبر التشبيهات التي يعتمدها التطوريون لتوضيح عمل الانتخاب الطبيعي أنه سمكري. الانتخاب الطبيعي ليس مصمما يا إخواني، ليس مصمما، ما في تصميم بالانتخاب الطبيعي. كما قلت لكم الانتخاب الطبيعي مش قوة موجودة في الحقيقة أبدا أبدا، هي طريقة استبقاء ما ينفع واستبعاد ما لا ينفع فقط، بنوع ملائمة أو فقدانها بين الكائن وبين إيه؟ وبين الطبيعة. هذه العملية كلها، ولذلك فعلا يكون أعمى، أكيد هو أعمى، مش قوة عاقلة وذات وتعرف عندها إيه مبدأ وقانون تشتغل عليه وخطة وبرنامج عمل. ما في الكلام هذا أبدا، ما في هذا الكلام. ولذلك توجد عيوب في الخليقة، يعني هتلاقي حتى في تركيب الإنسان في عيوب، في تركيب الحيوانات في عيوب. هتقول استغفر الله، في عيوب، يعني إلى الآن مش ثابت إلا أنها عيوب. imperfections، عيوب، أشياء غير تامة، غير صحيحة، في غير موضعها. التطورين يقول لك هذه العيوب تؤكد أن الانتخاب الطبيعي هو الذي اشتغل، مش مصمم عاقل مختار. هتقول أعطيني مثال واحد طيب عشان أقتنع أنه عملية صعبة. من أكبر الأمثلة العيوب المتعلقة بالعين، لكن هذه سنشرحها أو لأنها معروفة للكل ونشرحها في وقتها. طيب في عيوب أيضا تتعلق بالأسهر اللي هو القناة الناقلة للمني عند الرجال. عيبها واضح تماما، عيبها واضح، وعلاقته بالفتق الإربي الذي يسبب لكثير من الرجال إن لم يتداركوا أنفسهم عملية جراحية في وقتها الموت. لماذا؟ لأن المفروض أيها الإخوة أن يكون لدينا خصيتان هنا لا مؤاخذة، وهنا عضو الرجل، وأن تنزل مباشرة القناة اللي هي الأسهر الناقل المني من الخصية إلى إيه؟ العضو. هذا غير موجود تماما، كما أن لدينا هنا الكليتان ولدينا هنا المثانة، وينزل هنا الأوريتر أو الحالب بشكل مباشر. الأمر ليس على هذا النحو، الأمر هنا الخصيتان، الأسهر يذهب إلى فوق يلف حول الحالب ثم يعود إلى العضو. هذه الكيرفة وهذه اللفة متعبة وغير مفيدة وتسبب مشاكل للذكور. لو كان الأمر تم بالتصميم سيكون كما شرحت لكم في الأول، لكنه لما تم بطريقة السمكرة والترقيع، طريقة انتخاب الطبيعي تينكرينج، وهذا التينكرر البلايند يعني الأعمى اللي هو الانتخاب الطبيعي. طبعا لأن الإنسان متطور من ذوات الأربعة يا إخواني، وكان هكذا وضعه، ولما اضطر أن ينتصب للظروف التي سنشرحها في حلقات مقبلة إن شاء الله، اضطر أن ينتصب، كان لابد أن تنزل الخصيتان إلى الأسفل، لأن وجودهما في داخل الجسم يعرضهما للحرارة العالية، وهذا يقتل المني ويفسده وضد عملية التكاثر. فكان ينبغي أن تنحدر الخصيتان، فلما انحدرتا طبعا في مئات ألوف ربما السنين، ما الذي حصل؟ حصل وقوع هذا الخطأ، هذه اللفة الأسهر، وبقيت موجودة. هذا هو الترقيع، هذه السمكر التي يقوم بها الانتخاب. كلام عجيب ومتعب ومزعج، لكن هذا الموجود هو لا يشتغل على خطة ولا يشتغل بغاية، ليس غائيا كالرجل، وإنما يشتغل سمكرة، عنده أشياء يشتغل عليها بصحها بغلطها وكما قلنا، وتستمر الأمور على هذا النحو بهذه الطريقة، أكتفي في هذه الحلقة على أن نكمل إن شاء الله نحن